مشاهدينا الكرام متابعي قنوات الكأس أينما كنتم، مرحبا بكم هنا في المباراة التي تجمع ما بين المنتخب المغربي متصدر المجموعة السادسة والمنتخب الإسباني وصيف المجموعة الخامسة. ومن خلال إحداث هذه المواجهة قبل الأخيرة في الدور ربع النهائي، والتي سنتعرف من خلالها على الفريق السابع المتأهل إلى الدور ربع النهائي، قبل أن نتعرف على ثامن المنتخبات في المواجهات القادمة ما بين المنتخب البرتغالي ومنتخب سويسرا. الآمال العربية والآمال الأفريقية كلها معلقة ما بين أقدام أسود الأطلس في مباراة اليوم هنا في هذا اللقاء، من أجل الوصول إلى الدور القادم وتسجيل أبرز إنجاز عربي في تاريخ منافسات بطولة كأس العالم على حساب المنتخب المغربي. والمباراة الثالثة ما بين المنتخبين كانت في كأس العالم الماضية التي انتهت بالتعادل الإيجابي، لكن المنتخب المغربي في مرتدة محاولة تصل إلى سفيان، يبحث عن المرور والتقدم صافرة، وخطأ خطأ 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 يأتي بقرار من فرناندو راباليني أوناي سيمون، والاقتراب من المرمى. خطأ عن طريق أشرف ولا عن طريق حكيم؟ أشرف ولا حكيم؟ حكيمي رابوه، أشرف حكيمي يسدد بالقدم اليمنى عندما سجل في ذلك اللقاء. هو اسرع ياسين، اسرع يا ياسين، اسرع يا ياسين. انا اتمنى لا يتم يعني التعامل برعونه مع الكرات هذه داخل منطقه الجزاء. هي جهه اليسرى تاتي عن طريق نصير مزراوي داخل منطقه الجزاء، لكن عند حارس المرمى اوناي سيمون سيطر على كورته بيشوف سفيان في ارضيه الملعب، احدهم مرابط واخر بوفال. هذا يا سلام يا سلام يا سلام، شوف المرور، شوف الاولى نتمنى بان تكون النتيجه افضل. كره بمحاوله خطيره خطيره خطيره. لا 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 لا، رايه موجوده، رايه موجوده، رايه موجوده والتسلل، لكن محاوله خطيره جدا. واعود واكرر واقول، وبالمناسبه هدفين فقط. كره بمحاوله خطيره لمصلحه المنتخب الاسباني وتسديده من ماركو اسينسيو، لكن الى خارج ارضيه الملعب، الى خارج ارضيه الملعب. كره تصل الى ان تكون حاضره بركله مرمى. توريس تخلصت، عودت لمصلحه المنتخب المغربي، تسديده حلوه من نصير، حلوة من نصير مزراوي، وصلت إلى سفيان. أوه لا 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 لا، يا الله، عرضية يا نصير، راسية يا يوسف، راسية يا يوسف، راسية. تعود المحاولة عن طريق بيدري، لا عرضية داخل منطقة الجزاء مرت من أمام الجميع. والخطر، ومع الكرة يعلن حكم المباراة راباليني نهاية أحداث شوط المباراة الأول مع بداية أحداث شوط المباراة الثاني من مواجهة منتخب المغرب مع المنتخب الإسباني. وإنريكي بعد ما قدم أداء جيد اضطر إلى أن يغادر منتخب إسبانيا بسبب بعض الظروف الخاصة والتي أدت في أكثر من مرة ضده. هنا الكرة والمحاولة عن طريق من؟ داني اولمو، تسديدة تأتي، لكن ياسين بونو في التوقيت المناسب يبعد الكرة والمحاولات الماضية. ياسين بونو، هذه الكرة والمحاولة كانت عن طريق المواجهة. كرة بمحاولة ملعوبة الآن خطيرة، وصلت إلى الفار موروتا. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، هذه الكرة وهذه المحاولة مع عرضية داخل منطقة الجزاء، لكن ايضا تغطية وابعاد في التوقيت المناسب. وبعد ذلك الى ركلة مرمى. الانتصار ايضا بهدفين على المنتخب الكندي. كرة عرضية خطيرة جدا، لكن ابعدت الى خارج ارضية الملعب.
شديرة يستعد بكرة محاولة ملعوبة الآن، لكن أيضا اصطدمت، تحولت إلى خارج أرضية الملعب. واحدة مرتدة يا موروكو، أمامية خطيرة ملعوبة، مرت من أمام الجميع، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى رمية تماس. حكيمي عرضية من أشرف داخل منطقة الجزاء، لا زالت مستمرة وقائمة خطيرة. وليد شديرة خطيرة من الفارو موراتا، واحد على أولمو، واحد على أولمو، راية وتسلل، يبدو على الفارو موراتا، يلعبها في الجهة اليسرى، تصل إلى داني أولمو يسقط في أرضية الميدان، صافرة موجودة وخطأ، بخطأ لمصلحة المنتخب الإسباني، ملعوبة داخل منطقة الجزاء، رأسية طالت إلى خارج أرضية الملعب، رأسية كانت عن طريق اللاعب الفارو موراتا، تحولت إلى خارج أرضية في ملعب المنتخب المغربي، وصلت إلى داني أولمو، السيطرة والسقوط في أرضية الميدان. محاولة للمنتخب الإسباني، ملعوبة داخل منطقة الجزاء، بونو، الله عليك يا بونو، الله عليك يا ياسين بونو، والكرة إلى ركلة ركنية رأسية، ابعدها وابعدت إلى خارج أرضية الميدان، وصلت إلى رمية تماس. مرور من سفيان مرابط، يلعب الكرة أمامية لا وجود فيها للتسلل، محاولة تصل الآن، التقدم يأتي، وليد شديرة إضافيين، عرضية نزلت مستمرة وقائمة خطيرة، تسديدة تأتي والتصدي هذه الكرة محاولة خطيرة من موراتا، وبعدت محاولة أمامية الآن من رودري، بونو يجب أن يكون التفاهم موجود ما بين بونو، محاولة مرور الآن مثالية جدا لمصلحة المنتخب المغربي، وصل الجول، الله يا شديرة، كان بالإمكان، روح يا وليد، يا الله يا وليد، إسبانية الآن خطيرة عن طريق الفارو موراتا، طالت كرة الفارو موراتا، وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، محليا خارجيا عربيا وحتى أوروبيا، كرة محاولة ملعوبة لكن إلى خارج أرضية الميدان، وصلت إلى ركلة ركنية على يمين حارس المرمى ياسين بونو، ركنية المنتخب، الكرة جواد اليامق، تعود الكرة من جديد، المحاولة عرضية داخل المنطقة، والرأسية ملعوبة خطيرة، مرت ولله الحمد عن طريق سرابيا، هذه الكرة وهذه المحاولة. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم إلى ركلات الترجيح. لذلك نتمنى بأن يكون هذا الأمر واقعا في مباراة اليوم. عبد المجيد في مواجهة أوناي سيمون، عبد المجيد، الله، أول الأهداف في هذا الإسباني، في مواجهة بونو، في مواجهة ياسين، حكيم الآن في مواجهة أوناي سيمون، حكيم، الله، مواجهة بونو
يلا يا ياسين، يلا يا ياسين، صنع الله 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 الله. الثالثة يا بدر، الثالثة يا بدر، الثالثة. لا 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 لا. بدر بنون يضيع الركلة الترجيحية الثالثة. طلبتك انك تعيدها يا بونو، بونو بونو. مستحيل مستحيل. يا الله يا رب، يا الله يا رب، يا الله يا رب، يا الله يا رب، يا الله يا رب. المغرب للتاريخ، المغرب للتاريخ، المغرب إلى الدور القادم، فخر العرب إلى الدور القادم، فخر العرب. يقولون لإسبانيا مع السلامة باي باي، مع السلامة باي باي. بالله تشاو، بالله تشاو، بالله تشاو. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. المغرب إلى الدور القادم وإلى الدور ربع النهائي.